كلها بتعملها زي دي، ما عدا احنا بنعملها زي دي كده كبيره كده. طبقة قشطة على ايس كريم وعلامة الصعاد حاجة في الجون. هنا بتخش تنقي السمك اللي انت عايزه فريش وبعد كده بتاخده بتسويه في مكان تاني. فيلا نفطر الفطار الجميل من عند العيوطي وبعد كده نبدأ بقية اليوم. هتقولي طب اشمعنى مطعم العيوطي؟ اقول لك العيوطي من اشهر المطاعم في بورسعيد، بيعمل فول وطعميه، كمان بيقدم خدمه كويسه جدا للجست، كمان الاسعار بتاعته حلوه جدا. يعني طلبت فول بالخلطه وطعميه محشيه وبيض بالبسطرمه والسلطات وكل ده كان ب50 جنيه بس. فطرنا والحمد لله وبنختم بعصير قصب. وما كانش ينفع نفوت الكاساتا من عند سلسبيلة. تاني حاجة جبنا كاساتا نحل بيها من عند سلسبيلة، وده أول تيست ليا للكاساتا. طبقة قشطة على ايس كريم وعلامة الصعاد حاجة في الجون. أنا جاي حاليا بورسعيد مخصوص لعم عابي عشان نجرب السمنية والتمية والزلابية. الزلابية مختلفة تماما عن اللي في أي مكان، شايفين حتى حجمها الطعم مختلف تماما. دي بقى الزلابية اللي بيعملوها المحافظات التانية، الزلابية أساسها طبعا دي التمرين أيام الاحتلال، كانوا الفرنساويين هم اللي بيعملوها. الفرنساويين لما عملوها زي دي كده. أيوة. لما انتشرت من بورسعيد بقى طلعت زي دي. جميع المحافظات كلها بتعملها زي دي، ما عدا احنا بنعملها زي دي كده كبيره كده. بس ليه طعمها حلو قوي. طعمها مختلف كمان قوي عن اللي عندنا في القاهره. الزلابيه دي حتى بقى اي شيء بيجي. انا جالك مخصوص. انا جالك مخصوص عشان اصور كمان معاك. حبيبي عم. جبت شويه مشكل من عند عم العابي، سمنيه تمية زلابيا، ولكن الزلابيا طعمها مختلف تماما عن الزلابيا اللي عندنا. تعالوا نجرب بقى التلاتة كده. شكله تسعم ازاي. ده قطاس سكر، بس هي اصلا طعمها انا اتست عليها مش محتاج سكر. شايفين السمنية عاملة ازاي؟ ده شكل السمنية. طعمها جامد جدا، بس انا مش قادر اوصفه هي طعم ايه، بس هي طعمها جامد جدا. دي بقى التمرية. دي التمرية حاجة كده ايه، زي طبقة عجين خفيفة ملفوفة جواها حاجة زي المهلبية كده. لا حلو قوي، حلو قوي. بس اللي عجبتني اكتر السمنية. السمنية عجبتني اكتر، بس هي الحقيقة تقيلة، طعمها تقيل، فيها سمنة. السمنية جامدة موت. دي التمرية، بس السمنية عجبتني اكتر. ندوس بقى في السمنية. هنا يا جدعان ما ينفعش تيجي بورسعيد وما تاكلش اكلة سمك. هي المجية كلها في اكلة سمك. فانا وصلت سوق السمك اهو الجديد. خش بقى نشوف الكلام على ايه جوه.
انا هنا بتجيب السمك فريش ناي وبتاخده بتسويه في مكان تاني، تنقي السمك اللي انت عايزه وبتاخده لمكان تاني بتسويه وبتاكل وخلصت على كده. سنجاري. هنا بتخش تنقي السمك اللي انت عايزه فريش وبعد كده بتاخده بتسويه في مكان تاني. بس خلينا في دي. خدت السمك من هنا من عند مؤمن، تمام، واخدها اسويها عند راجل الطيب ده. تعبان ليه؟ حبيبي تسلم اخويا. انا طلبتها طاجن وطلبت معاه رز وطحينه، فكده حلو قوي. انا بقى معاكم الفيديو كده عشان قبل ما ابهدل الدنيا. وبكده ننهي الفيديو. اهم حاجه متنسوش السبسكرايب الجميل واللايك وشير لاصدقائكم اللي رايحين بورسعيد. اشوفكم الفيديو الجاي.